أهلا بكم ومرحبا مشاهدينا الكرام إلى فقرة وجها لوجه، فيها نتوقف عند عرض مبعوث الأمم المتحدة إلى الصحراء الغربية ستيفان دي ميستورا. عرض خلال جلسة مغلقة تبين هذا الأمر مشروع لتقسيم هذه المنطقة المتنازع عليها بين المغرب وجبهة البوليساريو وفق محضر هذه الجلسة تحديدا. مع ضيفي مشاهدينا الكرام من الجزائر العاصمة سيد أبي بشراية البشير ممثل جبهة البوليساريو لدى سويسرا والأمم المتحدة والمنظمات الدولية في جنيف. أهلا بك ومرحبا، شكرا جزيلا لك على تلبية هذه الدعوة. اهلا وسهلا ومساء الخير وشكرا على الاستضافه. مرحبا بك، كل الترحيب، ورحب بضيفي ايضا في الجانب المقابل كل الترحيب من مراكش الدكتور محمد الغالي استاذ العلوم السياسيه والعلاقات الدوليه في جامعه القاضي عياض بمراكش. اهلا بك ومرحبا، شكرا جزيلا لك ايضا دكتور على تلبيه هذه الدعوه. أهلا وسهلا، مرحبا، كل الترحيب. كما كنت أقول خلال هذه الجلسة المغلقة في مجلس الأمن الدولي، وبحسب محضر هذه الجلسة المبعوث الأممي ستيفان دي ميستورا يقول: لقد قمت بسرية تامة باستئناف وإعادة إحياء مفهوم تقسيم الإقليم أي إقليم الصحراء الغربية مع جميع الأطراف المعنية. وسؤالي: ما تعليقكم على هذا العرض الذي قدمه دي ميستورا؟ أبدأ معك أولا من الجزائر العاصمة سيد أبي بشراية البشير ممثل جبهة البوليساريو لدى سويسرا والأمم المتحدة والمنظمات الدولية في جنيف. اهلا وسهلا. في اعتقادي بانه الاحاطه التي قدمها دي ميستورا امام مجلس الامن الدولي في جلسه مغلقه يجب التعامل معها ضمن مستويين اثنين. المستوى الاول هو ما يتعلق بالمقترح في حد ذاته، مقترح التقسيم، وهو مقترح يعني مرفوض بالنسبه لجبهه البوليساريو، وهو ما عبرنا عنه مباشره في البيان الذي اصدرته الجبهه، وهو مرفوض لاسباب مبدئيه تتعلق بطبيعه النزاع ومسار تصفيه الاستعمار، ولكن اساسا من حيث خرقه لأحد المكونات الرئيسية لمبدأ تقرير المصير، ألا وهي المتعلقة بالوحدة الترابية للإقليم، وبالتالي فإنه خارج السياق. ولكن هنا دعني فقط تعطيني بعض الوقت لأشرح بأنه أيضا المغرب عبر عن رفضه. لا تتحدث عن المغرب، سنأتي على ذلك. لا يعني الطرف الآخر أيضا عبر عن رفضه للمقترح، بالرغم من أنه كان قد اقتسم الإقليم مع موريتانيا سنة 1975. ولكن دعني فقط أعلق تعليق بسيط على المستوى الآخر من هذه الإحاطة، وأعتقد بأنه سنأتي على المستوى الآخر. استسمحك حتى نتقدم بشكل موضوعي سيد أبي بشراية البشير، استسمحك وسأعود إليك سنتحدث عن الجوانب الأخرى خلال هذه الإحاطة. أذهب إلى مراكش مشاهدينا الكرام، معي من هناك الدكتور محمد الغالي أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية في جامعة القاضي عياض بمراكش. دكتور الغالي، دي ميستورا يقول أن مشروع التقسيم هذا من شأنه أن يتيح من ناحية إنشاء دولة مستقلة في الشطر الجنوبي، ومن ناحية أخرى دمج بقية الإقليم كجزء من المغرب يتم الاعتراف بسيادته عليه دوليا. السؤال: لماذا يرفض المغرب هذا المقترح؟ شكرا أولا على الاستضافة، شكرا لك أخي، وتحية لضيفك الكريم. مرحبا. على أي بالنسبة أولا نتساءل عن المنهجية التي أوصلت دي ميستورا إلى هذه الخلاصات. كل الأطراف غير متفقة على هذا المقترح الذي تقدم به، وبالتالي التساؤل المطروح: ما جدوى أن يكون دي ميستورا مبعوثا خاصا دوره أن يقرب وجهات النظر بين مختلف الأطراف؟ دي ميستورا لم يستطع أن يجمع الأطراف على طاولة وحيدة حتى تتم مناقشة هذه المقترحات التي تقدم بها. هي تبقى، وهنا تصريح سيد الأمين العام للأمم المتحدة بأن هذا يبقى مقترح أو مستنتج من بين مستنتجات السيد المبعوث الخاص، وبالتالي فالتساؤل الذي يطرح هنا: فما هي المنهجية كذلك التي تتبعها الأمم المتحدة؟ فهناك إن كنا نتحدث عن قرارات الشرعية الدولية، فهناك قرارات مجلس الأمن التي لم تسير في هذا الاتجاه. قرارات مجلس الأمن سارت في اتجاه تدعيم المبادرات الموجودة، والمبادرة الموجودة الوحيدة هي مبادرة الحكم الذاتي التي تقدمت بها المملكة المغربية سنة 2007 في غياب أي مبادرة للطرف الآخر أو
أو أي تجاوب. فالنقطة المهمة والأساسية فهي أن تكون هناك موائد مستديرة. طيب سنأتي على هذا الأمر. طيب، وفشل ديمستورا دكتور محمد الغالي في استئناف المحادثات. حتى أعود إلى ضيفي ونبقى دائما في الحديث عن هذا المقترح، مقترح التقسيم، هذا المقترح القديم الجديد. سيد أبي بشراي البشير، ممثل جبهة البوليساريو لدى سويسرا والأمم المتحدة والمنظمات الدولية في جنيف. السؤال أيضا حتى نفهم لماذا ترفض البوليساريو هذا العرض، خاصة وأنه كان في عام 2002 باقتراح من الجزائر كما يقول تقرير جيمس بيكر آنذاك. وما تعليقك أيضا على منطلقات، بأنك أشرت إلى المغرب، على منطلقات المغرب في رفضه له؟ الرباط تقول سيد بشراي البشير عن المقترح هذه الأفكار مرفوضة غير مطروحة نهائيا، والمغرب لم ولن يقبل حتى أن يبدأ في سماعها من ديمستورا بطبيعة الحال عندما كان في الرباط، لأنها تتعارض مع الموقف المبدئي للمملكة المغربية وموقف كل المغاربة بأن الصحراء مغربية وجزء لا يتجزأ من التراب المغربي. سؤالان سيد أبي بشراي البشير. أولا بالنسبة لجبهة البوليساريو الموقف مبدئي كما أشرت، لأنه يتعارض مع القانون الدولي ويتعارض مع الوضع القانوني للإقليم ويتعارض مع الحق في تقرير المصير فيما يتعلق بجانبه الخاص بالوحدة الترابية لإقليم الصحراء الغربية. هذا الموضوع واضح. فيما يتعلق ب لم تقبل به سابقا جبهة البوليساريو سيد أبي بشراي البشير في 2002؟ لم تقبل به جبهة البوليساريو أبدا، إنما المغرب كان هو من قد قبل به سنة 1975 وليس جبهة البوليساريو. ولكن دعني أتوقف عند نقطة مهمة، وهي ربما النصف الآخر من كأس ديمستورا، وهو المتعلق بأنه المغرب خلال كل هذه الفترة يقول الصحراء في مغربها والمغرب في صحرائه والملف تم طيه. ولكن الآن المجتمع الدولي يعني يبحث فعلا عن طريق حل انطلاقا من إحساسه بتوتر الوضع وبأنه موجود مشكل بالفعل، وهناك تسليم ضمني خلال هذه الإحاطة في الحقيقة باستحالة تعايش الشعب الصحراوي مع السلطة المغربية تحت سقف واحد، وهو ما يعني ضمنيا تسليم باستحالة تطبيق مقترح الحكم الذاتي. ولكن فيه أيضا رسالة ضمنية مهمة إلى الدول التي دعمت الحكم الذاتي، حيث بأنه يقول هذه الدول ارتمت في أحضان المجهول من خلال دعمها لمقترح لا يتعدى 3 صفحات، ولا يعرف أي كان ماذا يريد المغرب منه، إن كان المغرب يعرف أصلا ماذا يريد منه. وبالتالي فهي مواقف داعمة لتشريع الاحتلال لا أكثر ولا أقل. ولكن أيضا الجانب الضمني الآخر المهم أن هناك استنتاج متزايد لدى المجتمع الدولي بقدرة الشعب الصحراوي وقدرة جبهة البوليساريو على إدارة دولة مستقلة تكون إضافة مهمة لأمن واستقرار المنطقة، وهذا يدحض بشكل مطلق الدعاية المغربية وسردية الدعاية المغربية التي تصف تماما بعكس ذلك. وبالتالي فإنه بالرغم من أن الأمم المتحدة في تصريح الناطق الرسمي للأمين العام للمتحدة أكدت بأنه هذا المقترح غير مطروح بشكل رسمي، وبالرغم من موقف جبهة البوليساريو من هذا الجانب، ولكنه يؤكد فعلا بعد موضوع محكمة العدل الأوروبية وما ذهبت إليه محكمة العدل الأوروبية بأنه الملف أبعد ما يكون بأنه مغلق وبأنه حق الشعب الصحراوي. طيب سيد بشراي البشير، حتى أكون منصفا مع ضيفي يستسمحك في الجانب المقابل، أعود إليك من مراكش الدكتور محمد الغالي أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية. ضيفي تحدث عن تسريب ضمني، لك أن تعقب على ما ذهب إليه، ولكن في الأثناء جبهة البوليساريو تؤكد وبقوة على رفض الطرف الصحراوي التام والقاطع لأي مقترحات أو مبادرات أيا كان مصدرها لا تكرس ولا تضمن بالكامل حق الشعب الصحراوي غير القابل للتصرف ولا للمساومة ولا للتقادم في تقرير المصير والاستقلال، ولا تحترم السلامة الإقليمية للصحراء الغربية وفق ما نقلته وكالة الأنباء الصحراوية. ما تعليقك على ذلك لو سمحت؟ أولا لابد أن نشير إلى مسألة مهمة، وهو أن موقع جبهة البوليساريو هي متغير تابع وليست متغير أصلي في هذه الأزمة المتعلقة بهذا المشكل، على اعتبار أن الذي يملك نصية القرار هي الجزائر. نحن نعرف هذا جيدا. عندما اندلعت أزمة القرقرات الموقف الرسمي الجزائري كان واضحا، واعتبر أزمة القرقرات ليست شأنا صحراويا كما يدعي، ولكن اعتبرها من صميم الأمن القومي الجزائري. إذن الذي يتضح
ويظهر بأن الفاعل الحقيقي، وهذا كان فيه إشارة قوية إلى القرار الأخير لمجلس الأمن 2703 الذي أكد على دور الجزائر في هذه الأزمة، وعندما أكد على مسألة الموائد المستديرة كآلية لتقريب وجهات النظر أكد على ضرورة حضور الجزائر، والجزائر كان لها موقف آخر وانتقدت بشدة قرار مجلس الأمن واعتبرته غير حيادي، ورفضت أن يكون هناك شيء اسمه الموائد المستديرة دون أن تنتظر أي رد رسمي لجبهة البوليزاريو، مما يعني أن الفاعل الأصلي والحقيقي. بالنسبة لهذا المستنتج الذي وصل إليه دي ميستورا، أنا أتساءل عن خروج دي ميستورا عن السياق الأصلي لما يظهر والدينامية التي يعرفها هذا المشكل. ما يزيد على 100 دولة من دول العالم هي اعترفت بمبادرة الحكم الذاتي التي اقترحتها المملكة المغربية. ما يزيد على ثلثي دول الاتحاد الأوروبي تعترف بمبادرة الحكم الذاتي كمبادرة سياسية واقعية تشكل أرضية توافقية بامتياز لإدارة وتدبير هذا الصراع. الموقف الفرنسي الأخير الذي يعترف بمغربية الصحراء ويؤكد على الدور الذي ستلعبه فرنسا في هذا المشكل. الموقف الإسباني كذلك الذي اعتبر مبادرة الحكم الذاتي مبادرة سياسية واقعية تحت السيادة المغربية. وثم كذلك الموقف الألماني والأمريكي الذي كان واضحا. لاحظ معي الذين كانوا يشككون في الموقف الأمريكي. منذ يومين يأتي رئيس بلدية كولومبوس ويوقع اتفاقية شراكة استراتيجية مع مدينة الداخلة التي يعتبرها الآخرون بكونها محتلة. وبالتالي فالذي يظهر حتى المستنتج الذي وصل إليه دي ميستورا فهو خارج السياق الدولي، خارج الشرعية الدولية، فالدينامية التي تعرفها، ثم كذلك خارج حتى مستنتجات تقرير السيد الأمين العام الذي أكد ونوه بالجهود المغربية فيما يتعلق باستتباب الأمن والسلم والسلام والاستقرار بالمنطقة، وذكر التقرير المبادرات المغربية في هذا الباب، وخاصة مبادرة الطريق الأطلسي لفك العزلة عن مجموعة من الدول الإفريقية، مالي وبوركينا فاسو والنيجر سنأتي. في حين لم يتطرق هذا التقرير إلى مبادرات الطرف الآخر. لاحظ معي كذلك ديناميات فتح حتى أكون منصفا واضح بمعنى 30 دولة فتحت قنصليات لها. واضح حتى أكون منصفا مع ضيفي في الجانب المقابل، بمعنى الموقف المغربي نال تأييد عدد من البلدان الغربية والإفريقية الكثيرة في الأعوام الأخيرة، من البلدان الغربية الولايات المتحدة وفرنسا، وهذا ربما يذهب عكس ما ذهبت إليها منذ لحظات سيد أبي بشرايا البشير، لك أن تعقب على ذلك. ولكن ما وددت أن أفهمه الآن، دي ميستورا عين في أكتوبر 2021، سافر إلى المنطقة مرات عديدة للقاء مختلف أطراف النزاع. كيف نفسر أنه حتى الآن لم ينجح في استئناف هذه العملية السياسية؟ وهل تتفق مع غوتيريش حين يقول في تقريره التقدم في العملية السياسية صعب على الرغم مما وصفها بالجهود الحثيثة التي يبذلها مبعوثي الشخصي وفق تعبير غوتيريش؟ تفضل. لا، اولا يعني لابد من اعلق، يعني الاخوه في المغرب للاسف الشديد لديهم عقده مستحكمه تجاه الجزائر، والصحراويون لا يستطيعون حل ذلك. موقف الامم المتحده واضح بانه طرفي النزاع هما جبهه البوليساريو والمملكه المغربيه. وفيما يتعلق بالحكم الذاتي، حتى البوليساريو ايضا ليست لديها مشكل مع الحكم الذاتي على ان يكون خيارا امام الشعب الصحراوي في استفتاء تقرير المصير للاختيار، ولكن الكلمه الاصل يجب ان تذهب للشعب الصحراوي والاحتكام إلى مبدأ القانون الدولي وإلى الخيار الديمقراطي. فيما يتعلق بأنه بعض البلدان اعترفت بجدوائية المقترح المغربي وإلى آخره، أعتقد بأنه إحاطة دي ميستورا أمام مجلس الأمن الدولي وحتى أيضا تقرير غوتيريش إلى مجلس الأمن الدولي هو أكبر رد على بأنه فعلا ما زال بعيدا بأن يكون محل إجماع، وبأن العالم، ويدل على ذلك نقاش اللجنة الرابعة لتصفية الاستعمار والقرار الذي صدق عليه. الصحراء الغربية إقليم غير مستقل ذاتيا بصدد عملية تصفية استعمار غير مكتملة تناقشه اللجنة الرابعة للأمم المتحدة. المغرب لا يمتلك أي نوع من السيادة على الصحراء الغربية، ومحكمة العدل الأوروبية كانت قد تولت بالرد المباشر على فرنسا وغيرها عن السؤال لماذا لم ينجح دي ميستورا. الجواب بسيط فقط،
لأنه جوهر ما تم الاتفاق عليه مع المملكة المغربية وتحت رعاية الأمم المتحدة وبموجبه تم نشر بعثة الأمم المتحدة، حيث بعثة الأمم المتحدة لتنظيم الاستفتاء الكلمة السر هي الاستفتاء. المغرب انقلب جملة وتفصيلا على استفتاء تقرير المصير وأوصلنا إلى المأزق الحالي، ويحاول أن يقفز على المعطيات على الواقع والمعطيات على القانونية بتسويق نوع من السردية. ديمستورا رد عليها، محكمة العدل الأوروبية ردت عليها، الاتحاد الإفريقي رد عليها، وأعتقد بأنه وهذا ما يجب التأكيد عليه ليس في الحقيقة لا من مصلحة المغرب ولا من مصلحة الشعب الصحراوي وما من مصلحة المنطقة بأنه يواصل المغرب هذه المكابرة ونفي يعني الأمر الوطني في الصحراء الغربية، وفي الحقيقة التحول معنا على أساس الاحترام المتبادل باتجاه حل ديمقراطي. في النهاية الجميع سيربح وتربح المنطقة، ولكن ليس على أساس القمع، ليس على أساس التجاوز، وليس على حساب حتى مصالح الشعب المغربي، حيث نعرف ما هي الأزمة الاقتصادية الآن وما حدث. طيب سيد بشرى البشير، حتى أعود إلى ضيفي وأوفيه حقه أيضا، السبب الفشل هو استبعاد الاستفتاء حق تقرير المصير، وديمستورا وفق ضيفي وديمستورا لم ينجح لأن مهمته تبدو شبه مستحيلة. حتى أعود إليك دكتور محمد الغالي، المغرب يشترط التفاوض فقط حول مقترح الحكم الذاتي، والجزائر فيما ذلك تعارض استئناف المفاوضات على نسق طاولة مستديرة كما كنت تتحدث، على غرار تلك التي نظمها في سويسرا المبعوث السابق هورست كولر. يعني كيف ترقب أنت هذا الأمر وكيف تعقب على ما ذهب إليه ضيفي، وكيف تفسر هذا الفشل في ظل هذه المعلومات التي تشير غير مؤكدة لأن ديمستورا قد يتخلى عن منصبه؟ هو لابد أن نميز السيد ديمستورا، ليست هذه المرة الأولى التي يتكلف فيها بمهمة ويفشل. السيد ديمستورا تكلف بمهام سابقة ولم يستطع إدارة وتدبير هذه الأزمات، وكان من الانتقادات التي وجهت إلى السيد ديمستورا وهي نرجسيته في التحكم في بعض دوالب الأمور وربما توجيهها نحو بوصلة معينة. وبالتالي أنا كما قلت منذ البداية طرحت سؤال حول المنهجية التي اتبعها الرجل من أجل أن يصل إلى هذا المستنتج. بالنسبة للتفاعلات الأخرى، المملكة المغربية فهي تتحرك في إطار تفاعلات مجلس الأمن الدولي، وكذلك في إطار التفاعل مع تقارير السيد الأمين العام التي أكدت بالملموس على الدينامية الاقتصادية التي تعرفها الأقاليم الجنوبية. وتقرير السيد الأمين العام نوه وأشاد بالمجهودات التي يتم تقديمها من أجل الساكنة الصحراوية بالأقاليم الجنوبية، بل بالعكس من ذلك الأوضاع الجد مزرية للمحتجزين في تندوف والمناطق المحيطة بها، والتأكيد مرة أخرى بطبيعة الحال على مجموعة من النقاط المتعلقة بحماية هؤلاء وضمان العيش الكريم لهؤلاء، دون أن ننسى كذلك بعض التقارير الأخرى لمنظمات حقوقية مثل مجلس حقوق الإنسان الذي أشار إلى الأوضاع الجد مزرية حقوقيا في هذه المناطق التي تعرف احتجاز الساكنة وتدني مستوى العيش بشكل كبير. لا أحد يستطيع أن يقارن فيما من مرة هؤلاء الذين يتحدثون عن الشفافية وعن النزاهة لماذا يرفضون البعثات التي تريد أن تقيم الوضع وترفع تقارير محايدة؟ فالجبهة البوليزاريو ترفض هذه البعثات، والمملكة المغربية فهي تقبل هذه البعثات، وهذه البعثات رفعت تقارير وأشارات إلى جو التنمية التي تعرفها الأقاليم الجنوبية. والدليل أن المناطق الجنوبية الأقاليم الجنوبية الصحراوية الآن تشكل معبرا للتبادلات التجارية والاقتصادية مع العمق الإفريقي ومع دول الاتحاد الأوروبي. هذا الذي يتحدث عن قرار لمحكمة العدل الأوروبية، فهذا القرار إلى أي حد بدوره هو يستوعب المعطيات الحالية ويستوعب التحولات والتطورات التي تعرفها المنطقة، المبادلات التجارية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية هي مستمرة. سيد الغالي، دائما المملكة المغربية كانت أرض السلام والسلم والاستقرار والوئام.
طيب، حتى أختم باختصار شديد لأن الوقت داهمنا. غوتيريش قلق جدا من خرق وقف إطلاق النار، يستند لتقارير تلقتها بعثة المينورسو عن إطلاق جبهة البوليساريو النار على وحدات الجيش المغربي المتمركزة على طول الجدار أو بالقرب منه. ما حقيقة هذا الأمر باختصار شديد سيد أبي بشراية البشير؟ وهل هذا ما يفسر ما وصف بأنه غضب من جبهة البوليساريو على الأمين العام للأمم المتحدة، وربما كانت هناك رسالة أيضا تم البعث بها؟ ما حقيقة هذا الأمر لو سمحت في 30 ثانية؟ اولا لابد ان نرد على موضوع تقرير الامين العام. المغرب هو من يرفض ارسال البعثات. انا ممثل جبهه في جنيف واعرف بان المغرب يطالب يوميا من طرف مفوضيه الامم المتحده للسماح بالبعثات لزياره المدن المحتله ويرفض ذلك بشكل قاطع، وبالتالي لا اعرف من اين اخرجت هذا. فيما يتعلق بموضوع وقف اطلاق النار، فبالتاكيد جبهه البوليساريو يوم 13 نوفمبر سنه 2020 وردا على خرق المغرب للاتفاق رقم 1 لوقف اطلاق النار قامت بالرد انطلاقا من الدفاع المشروع بعد خرق المغرب بنود وقف اطلاق النار في منطقه القرقرات. ومنذ ذلك الوقت جبهه البوليساريو، وبالمناسبه هو خيار يحفظه القانون الدولي من حيث ممارسه حقها في الكفاح المسلح، ولكنها لم توصد في اي يوم من الايام الباب امام محاوله الحل السلمي، ويعني تبدي تعاونها وتمد يدها. انتهى الوقت. مبادره انتهى الوقت. غوتيريش يقول أن عدم التوصل إلى وقف كامل لإطلاق النار بين المغرب وجبهة البوليساريو يشكل عقبة رئيسية أمام البحث عن حل سياسي لهذا النزاع يهدد حتى بشكل كبير استقرار المنطقة. دكتور محمد غالي، كلمة الختام لك باختصار شديد لو سمحت في أقل من 30 ثانية. هو التقرير جد واضح، فهو يوجه الاتهام إلى جبهة البوليساريو التي لا تحترم وقف إطلاق النار، وكان هذا من المطالب الأساسية بالنسبة للمملكة المغربية فيما يتعلق بأي حل يمكن أو أي مفاوضات أو أي نقاش يمكن أن يحصل، بأنه لا بد من أن تلتزم جبهة البوليساريو بوقف إطلاق النار كما تم إقراره. كل الشكر جزيل لكم من الجزائر العاصمة السيد أبي بشراية البشير ممثل جبهة البوليساريو لدى سويسرا والأمم المتحدة والمنظمات الدولية بجنيف، ومن مراكش الدكتور محمد الغالي أستاذ علوم سياسية والعلاقات الدولية بجامعة القاضي عياض بمراكش. كل الشكر جزيل لكم. كنتم معنا في فقرة وجها لوجه.